اسمي دينا. عمري الآن 18 سنة. لو نظرت للوراء أدرك أن أخي كريم وأنا نشأنا في عالم خاص بنا. فارق السن بيننا ليس كبيراً، وسطحياً كانت علاقتنا تبدو كأي علاقة طبيعية بين أخ وأخته. كنا نلعب معاً، نأكل معاً، نقضي أيامنا في فقاعتنا الخاصة. كان والداي دائم الانشغال، يعملان طوال الوقت ويصلان إلى المنزل منهكين. هما وفروا لنا سقفاً فوق رؤوسنا وطعاماً على المائدة، لكن عندما يتعلق الأمر برؤيتنا حقاً، بمعرفة ما يدور في قلوبنا وعقولنا، كانا غائبين تماماً. لم يكونا قاسيين، لكنهما كانا غير موجودين. لم تكن هناك حدود واضحة ولا أحاديث هادئة عن الصواب والخطأ. كانت حياتنا على سداح مداح كما يقولون، لكن تلك الحرية كانت إهمالاً خطيراً. كنت فتاة ذات مبادئ قوية، أو هكذا كنت أعتقد. لقد رفضت أولادا من قبل. كان هناك شاب في دروس التقوية أعجب به، لكنه بمجرد أن حاول الاقتراب أكثر واقترح أن أذهب إلى شقتهم أوقفته بحزم. صرخت في وجهه وسألته إن كان يرضى أن تعامل أخته هكذا، ثم قطعت علاقتي به نهائياً. كنت أظن نفسي قوية، كنت أعتقد أنني منيعة. هذا الاعتقاد جعلني أشعر بالأمان، رغم أن والدي لم يسألاني أبداً عن أصدقائي أو أين أقضي وقتي. كنت أفتخر بتواضعي وبقيمي. لم يخطر ببالي أبداً أن الخطر الأكبر الذي يهدد سلامتي ليس شاباً غريباً من الخارج، بل شيء سيحدث داخل جدران منزلنا ذاته. في الليلة التي تغير فيها كل شيء، بدت الأمور كالمعتاد. خرج كريم ليحضر لنا طعاماً. كنا نضحك ونهزر معاً كما اعتدنا دائماً. دخل والداي إلى غرفتهما وأنا ملاك العادة، وأغلقا الباب خلفهما، وأغلقا معه العالم الخارجي. بعد أن ناما، لاحظت أن كريم ينظر إلي بطريقة مختلفة. لم تكن النظرة المألوفة المازحة للأخ الصغير. كانت هناك حدة غريبة في عينيه، فضول مركز لم أره من قبل. جعلني ذلك أشعر بعدم الارتياح، لكنني لم أستطع تحديد هذا الشعور. تجاهلت الأمر معتبرة إياه من نسج خيالي. نمت وأنا أعتقد أنه لا شيء، غير مدركة تماماً أن حياتي كانت على وشك الانهيار في كابوس لم أتوقعه أبداً. في صباح اليوم التالي ازداد الجو غرابة. كنت سأبقى في المنزل من المدرسة لأعمل بعض الأعمال المنزلية، وفوجئت بأن كريم أيضاً رفض الذهاب إلى المدرسة. كانت نظرته إلي كما هي في الليلة السابقة، مستمرة ومزعجة. واجهته أخيراً وسألته ما به. أخذ نفساً عميقاً واعترف بأنه رأى شيئاً في الليلة الماضية. تحدث بشكل غامض عن رؤيته لقطتين في الزقاق، وقال إن ذلك أثار فضوله. بدأ يتحدث عن الزواج والعلاقات بطريقة غير لائقة تماماً لأخ يتحدث مع أخته. كنت مصدومة، أحاول استيعاب كلماته، وفي تلك اللحظة تغير كل شيء. لم يكن يتحدث فقط، بل كان يقترب أكثر، وعيناه مثبتتان علي بإصرار لم أعرفه من قبل. حاولت أن أضحك، أن أزعق فيه، أن أذكره بأنني أخته. قلت له إنه مجنون، وطالبت منه أن يتوقف، لكن النظرة في عينيه أخبرتني أن كلماتي كانت بلا معنى. في تلك اللحظة بدأ عالمي الآمن والبسيط الذي عرفته ينهار، وأدركت أنني وحيدة تماماً مع خطر لم أره قادماً أبداً. ما حدث بعد ذلك سيحطم أساس كل ما ظننت أنني أعرفه عن نفسي. شعرت أن صوتي أصبح ضعيفاً وتافها. صرخت في وجه كريم، ناديته مجنوناً، وهددته بأنني سأخبر والدي. لكن تهديداتي كانت جوفاء، وكنا نعرف ذلك جيداً. كان والداي خلف بابهما المغلق، غارقين في عالمهما الخاص. لم يكونا ليسمعانا، لم يسمعونا أبداً. كريم الذي كنت دائماً أحميه تحول فجأة إلى شخص لا أعرفه. ارتفع صوته وأصبحت كلماته أكثر عدوانية.
لم يعد يسأل، بل كان يطلب. عندما حاولت دفعه بعيداً، منعه جسدياً. أمسك بعصا مقشة وبدأ يضربني. لم تكن ضربات مرح، بل كانت تهدف إلى تخويفي وكسر مقاومتي. كنت في حالة صدمة. هذا هو أخي الصغير، الولد الذي كبرت معه، ها هو يستخدم القوة ضدي. كان الألم الجسدي حاداً، لكن الضربة النفسية كانت مدمرة. كان جسدي متجمداً، ممزقاً بين الأخت التي طالما كنتها وبين خوف بدائي لم أشعر به من قبل. ظللت أفكر: كيف يحدث هذا؟ أنا أقوى من هذا، أنا أملك مبادئ أقوى من هذا. لكن عندما تمكن مني، تحطم جزء من روحي. اختفت الفتاة التي صرخت في وجه شاب لمجرد اقتراحه الذهاب إلى شقته. حلت محلها فتاة غارقة في الارتباك. تحطمت إرادتها تحت وطأة العنف والخيانة التي لم تستطع فهمها. بعد ذلك لم أكن أعاني من الألم الجسدي فحسب، بل كنت في حالة انهيار داخلي كامل. كان الشعور بالذنب فورياً وخانقاً. ظللت أسأل نفسي: لماذا لم أقاتل بقوة أكبر؟ لماذا لم أصرخ بصوت أعلى؟ لماذا لم أركض إلى باب غرفة والداي؟ كانت الإجابات معقدة ومؤلمة. لم يكن السبب قوته الجسدية فقط، بل كان شللي أنا. لقد تحطم مفهومي عن نفسي، عن الفتاة القوية صاحبة المبادئ، في لحظة وحشية واحدة. صار الخيام بطانية ثقيلة، وتحتها لم أعد أستطيع الحركة. لم أستطع التفكير في إخبار أي شخص. كيف لي؟ كيف أعترف أنني الفتاة التي كانت واثقة من حدودها قد انكسرت بهذه السهولة؟ ثم حدث ما هو أكثر إرباكاً. مرت بضعة أيام، ورأيت كريم ينظر إلي مجدداً. هذه المرة لم يكن في عينيه عنف، فقط نفس الفضول الغريب والمكثف. وبرعب من نفسي وجدت أن غضبي قد حل محله شعور مختلف، فضول مظلم ومنحرف. كان عقلي ساحة معركة. جزء مني كان يصرخ أن هذا خطأ، إنه أخي، ما حدث كان اعتداءً. لكن جزءاً آخر، الجزء المحطم والمربك، كان يحمس بشيء آخر. الفعل العنيف الأول كان قد هدم جداراً بداخلي، وفي الصمت الذي تلاه بدأ نمط جديد ومدمر للتكيف في التشكل. كان الأمر وكأنني تذوقت سماً يخدر الألم. في المرة الثانية لم يكن هناك ضرب ولا عصا، حدث لأنني لم أوقفه. أقنعت نفسي بأن موافقتي تعني أنني لم أعد ضحية، وأن الأمر أصبح اختيارياً. كنت مخطئة، كنت فقط قد استبدلت شكلاً من أشكال الدمار بآخر. كانت هذه بداية سر سيبتلعنا معاً، سر دفناه بعمق لدرجة أننا بدأنا نصدق أنه طبيعي. لكن الأسرار، خاصة تلك كهذا، لها طريقة في النمو في الظلام، حتى يصبح من المستحيل السيطرة عليها. تلاه ما يشبه العيش في كون موازن. بالنسبة للعالم الخارجي، وخاصة لوالدي، كنا مجرد أخ وأخته. علاقتنا وثيقة كالمعتاد. كنا نجلس على مائدة العشاء ونتظاهر بأننا طبيعيون، ونحن نحمل سراً كان كفيلاً بتدمير عائلتنا. المفارقة كانت أن إهمال والدي، الذي كان دائماً مصدر حزن صامت، أصبح السبب الذي سمح لسرنا بالازدهار. لم يلحظوا أبداً نظراتنا الخاطفة، اللحظات التي نختفي فيها معاً، أو الصمت الثقيل الذي يخيم على المنزل عندما يغادران للعمل. أصبح منزلنا مسرحاً، وأصبحنا ممثلين خبراء. بالنسبة لي، الصدمة الأولية والخزي تحولاً ببطء إلى نوع من التبلد. لعب عقلي معي لعبة قاسية، محاولاً تطبيع ما لا يمكن تصوره. بدأت أبرر الأمر وأقول لنفسي: إننا لا نؤذي أحداً، إنه سرنا الخاص، وإنه جعلنا أقرب. لكن في أعماقي كنت أعرف أن هذه كانت أكذوبة. كل مرة يحدث فيها الأمر كان جزء مني يذبل. كنت أفقد نفسي قطعة قطعة. الفتاة القوية صاحبة المبادئ أصبحت ذكرى بعيدة. حلت محلها شخص مجوف يمشي في الحياة بشكل آلي، وهو يحمل وزناً ساحقاً من الذنب والارتباك. توقفت عن النظر إلى نفسي في المرآة.
لم أعد أريد أن أرى ما الذي صرت إليه. أما كريم فبدا أنه لا يعاني من هذا الصراع الداخلي. تعامل مع الأمر باعتباره واقعنا الجديد، لعبة بلا عواقب. لم يسألني أبداً عن شعوري. عنفه الأولي تحول إلى شعور بالاستحقاق. هذا الديناميكية زادت من صمتي. لو كنت تحدثت بعد المرة الأولى لكان بوسعي أن أكون ضحية، لكني الآن كنت شريكة في تدمير نفسي. شعرت أنني فقدت الحق في الكلام. لم يعد الخزي متعلقاً فقط بما فعله، بل بما سمحت به أنا أيضاً. هذه هي طبيعة هذه الصدمات الغادرة، تقنعك بأنك الملام، وأن صمتك دليل على ذنبك. طوال هذا العام كان والداي موجودين في المنزل، لكن غائبين تماماً عن أي معنى حقيقي. أمي لم تسألني يوماً لماذا أمضي وقتاً طويلاً في غرفتي. والدي لم يلاحظ أن كريم وأنا لم نعد نجلب أصدقاء إلى المنزل. كانا منشغلين بحياتهما. كنت أنظر إليهما أحياناً بغضب مرير، وأحياناً برغبة يائسة في أن ينظرا إلينا فقط. تمنيت ولو لمرة أن تجلس أمي بجانبي وتنظر في عيني وتسألني ما بي. كنت أتوق بشدة أن ترى الألم الذي أخفيه، أن تنتشل السر مني حتى لا أضطر لحمله وحدي. لكن تلك اللحظة لم تأتي أبداً. الخطاف ري هوك. مر العام في ضباب من الأيام الصامتة والليالي المظلمة. أصبحنا خبراء في الاختباء، لكن للطبيعة طريقتها في كشف ما هو مخفي. بدأت أشعر بالتعب طوال الوقت، بالدوار والغثيان. تجاهلت الأمر وقلت لنفسي إنه بسبب التوتر، لكن عندما أدركت أن دورتي الشهرية تأخرت ليس لأسبوع بل لشهرين، انفتحت الأرض من تحتي. لم يعد السر مجرد فكرة في رؤوسنا، بل كان يأخذ شكلاً مادياً داخل جسدي. كنت وحدي، مرعوبة، أواجه عواقب لم نأخذها في الحسبان أبداً، ولم أكن أعرف أن الأسوأ لم يأتي بعد. الذعر شيء حاد وبارد. عندما أخبرت كريم بأنني حامل، شحب وجهه. اختفت كل شجاعته المزعومة في لحظة. بدا وكأنه الولد الضائع في 16 من عمره. ماذا سنفعل؟ سأل بصوت مرتجف. لجأت إليه طلباً للمساعدة، لكن ذعره عكس ذعري. كنا طفلين، ضائعين ووحيدين تماماً، نحاول حل مشكلة قد تطغى على معظم البالغين. كانت فكرتنا الأولى هي التخلص منه، لمحو دليل خطيئتنا. كانت فكرة يائسة ومخزية، ولدت من الخوف. لجأنا إلى الإنترنت، ذلك المصدر اللامحدود من الإجابات والأهوال. بحثنا عن طرق لإنهاء الحمل، نقرأ أشياء لم نكن نفهمها. شجعني كريم على تجربة أي شيء، وفعلت. أمضيت شهرين في تجربة طرق مختلفة، أشياء حمقاء وخطيرة، في محاولة يائسة لجعل المشكلة تختفي. كل محاولة فاشلة كانت تجلب موجة جديدة من اليأس. كان جسدي يتغير، يقاوم لحماية الحياة بداخلي، بينما كان عقلي يلتهمه الخوف وكراهية الذات. كنت أرقد في فراشي، أشعر بالتغيرات الخفية، وأعرف أن الوقت ينفد. بعد شهرين من الفشل، استسلمت. توقفنا عن البحث عن حلول. غلبنا شعور غريب بالعجز، كأننا تركنا الأمر للقدر. كان هناك صمت رهيب بيننا، لم نعد نتحدث عن الأمر، وكأننا إذا تجاهلناه فسيختفي من تلقاء نفسه. لكن بطني بدأت تكبر، وبشكل لا يصدق، ولا يزال يثير دهشتي حتى اليوم. لم يلاحظ والداي شيئاً، لا أمي ولا أبي. كنت أرتدي ملابس واسعة وأغير طريقة مشيتي قليلاً، لكنهما لم ينظرا إلي حقاً. لم ينظرا في وجهي ليري التعب، لم يلاحظا غيابي عن المدرسة بسبب التعب. مرت أشهر الحمل ال9 كلها وأنا أعيش تحت سقف واحد مع من أنجبوني، وهم لا يعلمون بما يحمل جسدي. كنت أمشي في المنزل وكأني شبح، حاملاً سراً يستحيل إخفاؤه، لكنه كان مخفياً عن أعينهما بسبب غشاء الإهمال السميك الذي يغطي حياتنا.
لم أعد أفكر في كيفية إخبارهما. استسلمت لواقعي الجديد، مرعوبة من المستقبل، لكني أيضاً خدرت مما وصلت إليه. في الليل كنت أشعر بحركات خفيفة داخل بطني، وأتساءل عن هذا المخلوق الصغير الذي كون نفسه في ظل هذه الظروف المظلمة. لم أكن أعرف ما أشعر به، خوفاً، ذنباً، أو شيئاً غريباً يشبه التعلق. كنت عالقة في انتظار نهاية لا أستطيع تخيلها. اعتقدت أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن تبقى الأمور مخفية، لكن الحياة كانت تعدني لصدمة أكبر. في إحدى الليالي استيقظت على ألم لم أشعر بمثله من قبل. كان بطني يتقطع، والصراخ الذي خرج مني أيقظ البيت كله. فجأة انكسر الصمت الذي دام عاماً كاملاً، وانكشف كل شيء في لحظة واحدة. هرعوا بي إلى المستشفى، وفي تلك اللحظة فقط رأى والداي للمرة الأولى ما كان أمام أعينهما طوال هذه الشهور. الرحلة إلى المستشفى كانت مشوشة، مليئة بالأضواء الساطعة والأصوات المتسارعة. كنت أتقلب من الألم بينما كانت أمي تمسك يدي لأول مرة منذ سنوات تشعرني بوجودها. كان وجهها شاحباً، لا تفهم ما يحدث. في غرفة الطوارئ، وبمجرد أن فحصني الطبيب، تغير كل شيء. نظر إلينا بجدية، وأعلن أنني على وشك الولادة، وأن حالتي خطيرة بسبب تسمم الحمل، وأن الجنين قد توفي داخل الرحم. للحظة تجمد كل شيء، ثم انفجرت الصرخة. "ولادة؟" صاحت أمي بصوت لم أسمعه منها من قبل. "ابنتي غير متزوجة، كيف؟" تحول وجه والدي من الصدمة إلى الغضب. بدأ يصرخ في الطبيب، في الممرضات، في العالم كله. لكن الطبيب لم يتراجع، وبصوت حازم قال له: "نحن هنا لإنقاذ مريضة، أي شيء آخر سيتحدث مع الشرطة." لم يمض وقت طويل قبل أن يصل ضابط، وبدأت التحقيقات في غرفة المستشفى بينما كنت أقاتل بين الحياة والموت. الضابط رجل في منتصف العمر بعيون حازمة لكن فيها شيء من الرحب. جلس بجانب سريري، سألني بهدوء: "يا حبيبتي، كيف حدث هذا؟ من هو المسؤول؟" نظرت إليه ثم إلى والدي الواقفين هناك بوجوه مصدومة. شعرت بثقل اللحظة. كل السنوات من الصمت والخوف والسر انهارت في داخلي. بجهد كبير وبصوت متقطع بدأت أروي. أخبرته عن كريم، عن تلك الليلة الأولى، عن الضرب، عن الإكراه. نظر والداي في رعب، وكأنهما يسمعان قصة عن أشخاص آخرين، وليس عن ابنتهما التي تعيش معهم تحت سقف واحد. طلب الضابط إحضار كريم، وحضر كريم شاحباً مرتعداً. جلس أيضاً وبدأ في روايته. روى نفس القصة عن رؤيته للقطط في الشارع، عن فضوله الغريب. اعترف بالضرب في المرة الأولى، ثم نظر إلي وقال بعبارة دمرتني: "لكن باقي المرات كانت هي موافقة، كانت عايزة كده زيي بالضبط." كانت كلماته سكيناً. نظر إلي الضابط، ورأيت في عينيه مزيجاً من الغضب والحزن. كنت أتمنى أن أختفي. كنت أتمنى لو أنني مت بدلاً من أن أسمع كلماته هذه أمام الجميع. لكن ما قاله الضابط بعد ذلك كان أصعب مما توقعت. لم يوجه غضبه علينا فقط، بل وجهه كله على والديه. نظر إليهما وقال عبارة لا تزال ترن في أذني: "أنتما سبب هذا كله. إهمالكما هو الجريمة الحقيقية التي حدثت قبل كل شيء." في تلك اللحظة لم أعد أرى نفسي فقط كضحية لأخي، بل كضحية لغياب أكبر، لفراغ عاطفي كان بيتاً خالياً من الحماية. الضابط كان غاضباً، لكن صوته كان حزيناً. نظر إلى والدتي وقال: "كيف لم تلاحظي؟ 9 شهور كاملة وهي حامل، وأنت في نفس البيت. كيف لم تنظري في وجهها؟ كيف لم تسأليها عن تأخر دورتها، عن تغير شكلها، عن تعبها؟" ثم نظر إلى والدي: "وأيضاً أنت، أين كنت؟" كانا واقفين كالمنحوتات، الدموع تنهمر من عيون أمي، ووجه والدي متجمداً من الصدمة. لم يكن لديهما إجابة.
لم تكن هناك إجابة تبرئهما. ثم التفت إلينا نحن الاثنين، أنا وكريم. قال بصوت أكثر ليونة لكنه حازم: أما أنتما فأنتما ضحايا أيضاً، لكن ليس بهذا الشكل فقط. أنت يا دينا كان بإمكانك أن تتصرفي بشكل مختلف، كان بإمكانك أن تصرخي، أن تستنجدي بأحد، أن تخبري أمك في اليوم التالي مباشرة. أنت لست طفلة صغيرة. أما أنت يا كريم فما فعلته في البداية هو جريمة، ولا يبرره فضول أو مشاهدة قطط في الشارع. أنتما بحاجة إلى توعية، إلى دين، إلى أحد يوجهكما، لكن للأسف لم تجدا هذا في بيتكما. كانت كلماته ثقيلة، لكنها كانت الحقيقة. خرج الطفل من جسدي ميتاً بسبب الإهمال الصحي، وخرجت أنا من تلك التجربة وقد تحطمت تماماً. لكن في تلك اللحظة لم أكن أشعر بالألم الجسدي فقط، بل بحزن عميق على ذلك الجنين الصغير الذي جاء إلى عالم مظلم ورحل دون أن يعرف النور. كنت حزينة على نفسي، على كريم، على بيتنا الذي كان مليئاً بالأشخاص لكنه خال من أي رعاية حقيقية. الشرطة أنهت تحقيقها واتخذت الإجراءات القانونية بحق كريم نظراً للاعتراف بالإكراه في البداية، وتم تحذير والدي بشدة. أنا لا أحكي هذه القصة اليوم لأنني أريد إلقاء اللوم فقط، أنا أحكيها لأنني أريد لكل أب وأم أن يفهموا أن وجودكم في حياة أبنائكم ليس مجرد توفير طعام وملبس. وجودكم هو أن تنظروا في أعينهم، أن تشعروا بتغيراتهم، أن تكونوا الحصن قبل أن تحدث الكارثة. جيل اليوم يتعرض لأمور لم نكن نتخيلها، لكن غيابكم هو ما يجعلهم فريسة سهلة لأهوائهم أو لضعفهم. التوعية، الحوار، المتابعة، كلها ليست كماليات، هي ضروريات لحماية فلذات أكبادنا. أتمنى من كل قلبي أن تكون قصتي درساً لمن يسمعها. لا تنتظروا حتى تنهار العاصفة لتسألوا، اسألوا قبل أن يكبر السر ليصبح مصيبة. اهتموا وكونوا موجودين، لأن الإهمال يقتل قبل أن تسقط الضربة الأولى. إذا وصلتم إلى هنا فلا تجعلوا قصتي تمر دون تفكير. شاركوني رأيكم، وتذكروا أن الوعي هو السلاح الوحيد لحماية من نحب. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركوا القصة مع أصدقائكم وعائلاتكم لعلها تصل إلى من يحتاج أن يسمعها قبل فوات الأوان.